السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله. أنت عارف في ناس بتوقف تصلي تعد المراوح. والله والله العظيم ممكن تلاقي واحد واقف يصلي ويشوف المروحة نوعها إيه. بص، الحمد لله رب العالمين الرحمن. بس دي فريش ودود شيبة. الحمد لله رب العالمين. بص، ويعد العواميد وهو بيصلي خدت بالك؟ وبعدين الله أكبر، الإمام ركع الله أكبر. بس السجاد ده شوف ألوانه عاملة إزاي. وبعدين ضوافر الراجل اللي جنبي ما هيش زي ضوافري. الراجل اللي جنبي ده أساس ضوافره. بعدين شوف سمع الله لمن حمد، يقعد يبص على الرخام. بس الرخامة دي يا أخي شوف مقطوعة 45، اللحام مش ملحوم كويس. يقعد يبص على اللحام والمعجنة وهو بيصلي. والله العظيم الشيخ إبراهيم بحبح ربنا يحفظه بيحكي لي، بيقول لي واحد بيصلي بعد تكبيرة الإحرام، هو المهم صلى ركعتين وقام بقى ولسه بيقرأ، المفروض تقرأ إيه؟ الفاتحة. الشيخ إبراهيم بيقول لي والله واحد واقف يصلي عمال يعمل إزاي؟ التحيات لله والصلاة والسلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله. دايما صبعه كده. طب ده كلام؟ ده خشوع؟ يعني الصلاة تستحق مننا ان احنا نوصل لهذه الدرجة؟ إلا من رحم الله طبعا. لا، احنا عايزين نجيب الخشوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخشوع في الصلاة. جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. احنا يا جماعة بنصلي الصلاة دي بصراحة، احنا بنصلي الصلاة اللي هي هل الصلاة قرة عين لنا؟ هل انت لما بتصلي، كل واحد يسأل نفسه، هل انت لما بتصلي بتبص في موضع السجود؟ لا، إلا من رحم الله.